مرحبا متابعي قناتي الأعزاء. اليوم جبت لكم فيديوهات من الإخوان المغاربة جد رائعة، ومغامرات مشوقة وأفلام شبه خيالية ولكنها يعيشونها في الواقع. تابع الفيديو إلى الآخر وسوف ترى المتعة أفضل من أفلام الأكشن. لا يحكوا على روايات محمد الخامس، كل جد رائعة. ما شاء الله، تابعوا الفيديو إلى الآخر. كنت صغير كل صباح كنشوف، كل عشيه كنشوف في القمر، وكنشوف محمد الخامس في القمر، وانا كنشوفه في القمر. شفتيه بعينك؟ اييه، شفتي محمد الخامس في القمر؟ طبعا ما كانش يمكن لي ما نشوفوش. قالوا محمد الخامس في القمر وخرجنا في وسط الدار، قبلنا تنشوفوا بالروس ديالو بالقب ديالو محمد الخامس. طلعنا كلنا السطح كنشوفوا صورة محمد الخامس في القمر. طلعنا للسطوح بالليل كنشوفوا القمر، يصوروا لنا ان محمد الخامس قال. هما قالوا لنا بان في القمر، بان محمد الخامس في القمر. انا سمعت شي ناس بحال هذه كانوا تيقولوا انا الله اعلم. نخدموا العقل ديالنا، هو السيد راه ما بانش بالقمر، ولكن حب الناس ليه هو اللي خلاهم بان لهم في القمر. هو ما يمكنش. محمد الخامس كان عزيز على البشر، داكشي باش تخيلوه في القمر، هو عاد تخيلوه صافي. لكن ما يمكنش يكون يبان في القمر لانها كتسمى من المعجزات، المعجزات كتكون عند الرسل. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة أوطان معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وقوية بني يوسف كيتبسم الله ينصروه. وفقت الأمة هذا الحادث الميمون بحماس عظيم. ايام ورا ما تنفى محمد الخامس لجزيره مدغشقر، كانوا داوه الفرنسي صغير بوحدهم مع وليداته بجوج، مولاي الحسن ومولاي عبد الله. مرته لاله عبله بنت طاهر المدام ديال سيدي محمد بن يوسف ما مشاتش معاه، بقات في المغرب. عقاب الهجر اعقب للوصال، وصدق الصبر اظهر للمحاله، ولولا حب عبله في فؤادي مقيم ما رعيت لهم جمالا. والوحش صعيب والغربه من الفوق ومدغشقر وهدا عليا كل شيء، ما كان فاهم والو. وكيفاش دابا الإقامة العامة داتو هو بوحدو، خلات مراته وعيالاته. كي دارت ليها شويه ومن قدام باب القصر جات واحد سطافيط 20 مرار لابسين الحيك ما كيبان منهم والو، غادي يركبوا غادي يطلعوا سطافيط. وفي التقرير الفرنساوي قالوا باللي هادو هما زوجات السلطان محمد الخامس، ونقلوهم المطار ومن تما لجزيره مدغشقر. بلاتي ورده بر ما فهمتش كيفاش. واش بغيتي تقول باللي السلطان محمد الخامس كانت عنده 20 زوجه؟ واش بصح كان مزوج ب 20 امراه؟ واش ماشي بزاف؟ ولا هادوك العيالات هما حريم السلطان؟ ولا ما فهمناش. 21 غشت 1953 كان نهار العيد الكبير، مع ديك 3:15 ديال العشيه بالضبط، الجنرال غيوم غادي يكتسح القصر الملكي في الرباط، وغادي يطوقوا بالدبابات، وغادي يدخل عند السلطان محمد الخامس كيهدد فيه يا اما تنازل على العرش تبارك الله، ويا اما غادي نصيفطوك لشي جاي يحنن فيه. السلطان سيدي محمد بن يوسف قال له شتي فرنسا، واخا تجيب لي الشمس تحطها لي في يدي اليمنى، وتجيب لي القمر تحطيه لي في يدي اليسرى باش نتنازل على العرش ونخلي الرعايه ديالي يحكموا من النصارى، لا تنازلت. رغم ان فرنسا تعهدات كتابه قدام العالم كامل انها غتمتثل المقتضيات المعاهده ديال الحمايه ديال 1912 اللي كانت كتلتزم فيها قدام العالم انها غتحمي السلطان وغتحمي العائله الملكيه. اصلا حتى فين عمر فرنسا وفات بالوعود ديالها. الطياره العسكريه دي سي 3 اللي خطفات اللي هزات محمد الخامس وولادو الامير مولاي الحسن والامير مولاي عبد الله وهي غاده في السماء، سال لها المازوت ديالها، الكيروسين فيها التم، وكانت غاده تطيح في السماء. مهمتي اش غنديرو ما نديرو. شريف العلوي السلطان سيدي محمد بن يوسف غادي يمشي للريزيرفوار، غادي يلقاه خوا وكحوال وقطره ما بقاش فيه. اشنو دار؟ قال بسم الله ودفل في الريزيرفوار، وبالبركه ديال جدودو عمر داك الريزيرفوار بالكيروسين. الريزيرفوار عمر علفهم وفرح البيلوت وكملوا طريقهم في سلام، وما ماتش محمد الخامس. منين وصلوا لجزيره كورسيكا فيها الخلو القيفار، دخلوه لواحد البيت بحال السيلون فيه الكرياجات ديال الحديد، وجابوا واحد السبع شهرين ماكله اللحم ودخلوه للسلطان باش ياكلوا. يعني جابوا سبع جيعان باش يقتل السلطان وياكلوا. لكن المعجزه اللي غطرا ان سيدي محمد بن يوسف ما خاف ما دهشر ما والو، قرا القران وقال بسم الله ودوز يديه الشريفه على السبع وقال له اقعد. السبع هو يدخل نيابو وزقا وتكالما وريح في الارض وبدا تيبكي ومشكل العساس الفرنساوي ديال السيلون، وما ماتش محمد الخامس.
ديك الليله خرجوا رجال ونساء، اللي في العربيات طلعوا الجبال، واللي في المدينه خرجوا للساحات وهزوا عينيهم كيشوفوا في القمره، وكل شيء كيبان ليه محمد الخامس راكب على العود ديالو بالطربوش ديالو كيبتسم على الوجه ديال القمره. ومنين رجع من المنفى جا عنده الباشا القلاوي وسجد ليه وترامى ليه على رجلو كيبوس فيهم. شتي محمد الخامس راه هو اللي جاب الاستقلال وجرى على النصارى، الله يواليه برحمه الله مسكين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاد الحجايات كان ديما كيعاودهم ليا جدي الله يرحمه منين كان مازال صغير، ناس بكري، ناس ديال النيه والقلب الصافي. تنظن حتى انت غتكون سمعتي هاد الشيء وتتقول اش هاد الخريف، واش هادو اللي كانوا شافوا محمد الخامس في القمره كانوا ضاربين شي جوان ونعم انها المخدرات، ولا شي كتاميه مدرحه، ولا داك الشيء ديال تعياشيت قاعد شي تعياشيت، ولا كيفاش؟ لكن خليني نصدمك ونقول لك باللي هذه حقيقة، وراه فعلا المغاربة شافوا محمد الخامس في القمر. سيداتي سادتي، حلقة اليوم ملك لم يمت أبدا، هو محمد الخامس أبو الأمة المغربية، السلطان والملك، قائد المقاومة، باني الأمة المغربية الحديثة، عراب ثورة الملك والشعب، أمير المؤمنين، بطل التحرير، قائد الجهاد، النسر الأبيض، صاحب الصولة والصولجان، رمز الكفاح والفداء، الحفيد الرابع والثلاثين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم من بنته فاطمة، والملك العشرين للدولة العلوية، أبا الديم بأرض المغارب ديغم، فأقبل من عرينه وهو زائر، وقال الاستعمار زل من بلادنا، فأنا عليك اليوم قاد وقاهر، سأسقيك سما لا بقاء لك بعده، وشعبي من خلفي أسود هواصر. فشكون هو محمد الخامس وكيفاش تختارته فرنسا يولي هو السلطان وخا هو الصغير في خوته، وكيفاش تشافوه المغاربه في القمره، واش بصح كان امير المؤمنين كيبزز على الناس يسجدوا ليه كيف ما كاين في واحد الفيديو، واش بصح ديك الهضره ديال كان زهواني. اليوم جايب ليكم قاميله ناضيه غادي تبنوها وتردوا عليا الخبار حيت فيها شلابك ومعلومات. اعطونا لايك، اشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام، على بركه الله. سخون. السبت 25 فبراير 1961 الملك محمد الخامس مسكين عنده سرطان في منطقة الأذن، وكان على موعد مع عملية جراحية بسيطة غير في المصحة ديال القصر كلينيك رويال بلا ما يمشي السبيطار. كانوا ديجا الطب نصحوه بعدم اللجوء للتدخل الجراحي، لكن سيدي محمد ودنو دارت له الأرارة وكانت كتضره بزاف، وكيجي واحد صداع في الراس ما قدرش يصبر، خصوصا منين كيسمع شي صوت مجهد، وكان عنده مشكل في التنفس كيتخنق. قالوا له سير لفرنسا ولا سير للميريكان ولا ألماني وتعالج، ما بغاش. روايه اخرى كتقول انه كان مريض في نيفو. الطبيب السويسري اللي جاه المصحه في القصر الملكي وبدات العمليه، البلان اللي طرا انه العمليه جرات بلا حضور طبيب متخصص في القلب. الغد ليه الحد العاشر في سيدنا رمضان قالوا مزيان. الطبيب السويسري بلا ما يعلم ضربه بسالاته وزاد في حالاته لبلادو، حيت قال الامور راه على احسن ما يرام والملك خاصو غير يرتاح. ايوا انت كيفاش شويه يا اختي كنا جالسين طبيعه ربيعه ما علينا ما بينا. سكوت سكوت سكوت. الملك قلبه بدا كيضرب بالجهد، بدا كيضيع منه الدم بزاف، غادي يدخل الملك في مرحله الانعاش القلبي. الملك خاصو الدم، الادوات اللازمه للعمليه ما كافياش وعلى قد الحال، والكلينيك الرويال ما فيهش التجهيزات اللازمه. مهمتي الملك كانت عنده فصيله دم نادره، قلبه تعيا وعلى شي حد تكون عنده ديك الفصيله يعاونوا بها. الصباح كامل وما كيقلبوا، تزامن ديال العمليه مع نهار الحد اللي هو يوم عطله، صعب ايجاد المطلوب وما لقاوش الدم. العمليه واقيلا كيبان لي غتفشل، طاقم الطبي ما عرف ما يدير. الصباح كامل وهما كيتجاراو، مورا الظهر بالضبط مع ديك 3:30 انا لله وانا اليه راجعون. مول الامانه دا امانته، والتحق بالرفيق الاعلى ملك البلاد وسلطانها. ومات محمد الخامس، رحل الى دار البقاء ابو المغاربه وسلطان التحرير. قال انه لن يضيع الامانه، عاهد فوفى. رجل نسج خيوط استقلال المغرب خيطا خيطا، وسحب شعره الاستقلال من عجين المغرب، وسل شوكة الاحتلال من أقدام المغاربة بحنكة ودهاء ودراية ومداراة. رجل رسم بصموده أسمى وأنبى لصور المقاومة ضد المستعمر من أجل استقلال الوطن ووحدته وكرامة الشعب وحريته، وحمل راية الجهاد الأكبر. وجاو العزاي يعزيو في جنازة مليونية رهيبة، الرباط كامل عمرات، شي سخف شي طاح تمرمد في الأرض شي كيندب، كلهم حازنين على فراق سيدي محمد بن يوسف
يوسف ومات محمد الخامس رفع راية النضال وضحى بالغالي والنفيس وترك وصية لابنه مولاي الحسن: يا بني أوصيك بالمغرب بلدكم الكريم ووطنك العظيم، مستقر الجد والوالد ومستورد الطارق والتالد، إياك أن تقبل المساومة على أمنه وسلامة سكانه، وإذا داهمتك الأخطار أو تهددته الأعداء فكن أول المدافعين وسر في طليعة المناضلين. كما رأيتني تعرضت معي للبلاء فبدوت بطلا كامل الرجولة شهما تام المروءة. ومات محمد الخامس عن عمر 52 عام، مشى باقي صغير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اجي تسمع بعد هادي فاطمه افقير في الكتاب ديال حدائق الملك قالت انها كانت حاضره لواحد الفطور كان نظموا محمد الخامس قبل ما يموت، وتخيل ان في ذاك الفطور قال لهم كلوا وشبعوا راه قريب تاكلوا في مأتم ملككم. يعني الملك كان عارف وحاس انه قريب يطلع عند سيدي ربي حيتاش كان كيتألم بزاف. دابا السؤال هو شنو اللي غادي يخلي المغاربه لهاد الدرجه يحبوا الملك ديالهم لدرجه يشوفوه في القمر؟ اكثر من 66 عام دازت على اسطوره ظهور الراحل محمد الخامس في القمر. الناس الكبار كيحلفوا بالقسم باللي شافوا وجه الملك في القمر. حنا ما غاديش ننقصوا من دوك الناس ونقولوا راه ما كيفهموا والو، جدودنا ما كانوش اغبياء، لكن حنا كجيل اللي كيامن بالعلم وباللوجيك ما كنتيقوش هاد الخريف والخبيرات ديال قال لي جدي منين كان قدي. داكشي علاش اجي نشوفوا هاد الشيء من منظور علمي باش يلاه نفهموا. هو ماشي غير محمد الخامس اللي بان في القمر. في الكتاب ديال التلمود الكتاب المقدس عند اليهود مكتوب فيه ان وجه النبي يعقوب منحوت على وجه القمر. في الكتاب ديال سفر العدد المقدس عند المسيحيين عندهم ان الوجه اللي على القمر هو ديال الرجل اللي قتلوا موسى عليه السلام حيت جمع الحطب نهار السبت. حايد من هادشي الا مشينا للشينوا غنلقاو اسطوره الملكه شانجي مرسومه في القمر. علاش؟ حيت شربات اوفردوز من شراب الخلود. القديس يوحنا المعمدان اللي عمد يسوع المسيح بان في القمر. الامبراطور يوليوس قيصر بان في القمر. في اليابان بان عندهم في القمر الامبراطور ميجي. وممكن تا يونس مسرار واحد النهار ولا انت حتى انت تبان في القمر. مالك الظاهرة هذه كتسمى مان ان ذا مون، وفسروها علماء النفس والبارادويا. هو باش نجيك من الاخر الاوهام والاساطير ما خطاو حتى شي ارض. وحنا في المملكه المغربيه الشريفه اكيد احنا عندنا حنا اساطير كثيره بحال عيشه قنديشه، بحال الغول، بحال حديدان، وهادو امثله كل شيء كيعرفها الشعب المغربي كامل صغير وكبير. عادي جدا. نبداو اولا بما يسمى بالعقل البشري. كلنا كنعرفوا انه خادع ما يمكنش ديما تثيق به. دابا كتكون غادي في الطريق حتى كتبان لك واحد الضبابه ديال الماء كتكون بعيده، ما حد كنت غادي كتقرب ليها ما حدا وهي كتبعد، كتزيد تقرب ليها كتزيد تبعد حتى كتمشي معها حتى الاخر عاد كتلقاها كتفهم باللي هذاك غير الانعكاس ديال الشمس في الارض. اولا مره اخرى فاش كتكون مريح ما عليك ما بيك شاد السون حتى كتسمع سميتك كتنوض تشوف شكون عيط على نيتك حتى، لكن كتصدم باللي حتى واحد ما داوى معاك وحتى حد ما ماديها فيك. كترجع تجلس هنا ما غاديش تسبيها في ودنيك حيت هي غير كترجم داكشي اللي كيقول لها الدماغ ديال هادشي تماما اللي وقع مع دوك الناس بحكم انهم كيحبوا الملك ديالهم في ديك الوقت وباغينو يرجع من المنفى. كانوا فين ما مشاو كيفكروا فيه، فين ما داروا كيسمعوا سميتو. هنا العقل الباطني ديالهم تشارجا بشي حاجه سميتها محمد الخامس. وجا الليل وخرجوا وهزوا عينيهم في القمره وبداو كيتخيلوا صورته وسط منها. طبيعه الحال ملي كتشوف بزاف ديال الناس كيقولوا باللي راه كيبان لهم الملك في القمره اوتوماتيكمون غدير بحالهم وتبزز على راسك حتى انت انك راك انت شفتيه، غادي تقنع راسك بلا ما تحس. وهذا الشيء هو اللي كيتسمى سياسه القطيع. كدير بحال ما غير باش ما تخرجش من الجماعه وباش ما تسماش انت اللي فيك المشكل. وحتى الرواد ديال الحركه الوطنيه كانوا كيفرقوا التصاور ديال السلطان في الجورنانات بزاف على الناس وكيقولوا لهم شوفوا في التصويره موراها شوفوا في الكاميرا راه غادي يبان لكم. هو قال لي الوالد قال لي ما كاسي مساعد حيد يدك ما كتخمم. قال لي بان لي السلطان محمد الخامس في القمر. قال لي اش كتقول؟ قال لي بان لي محمد الخامس في القمر. والوالد قال لهم عجيبه هذه القضيه فكره مهمه. قال لي دابا غادي نذيعوها في المغرب ولي كارتي والمدن وهذه والعيالات هما غادي يبداو يطلعوا للسطح وبدا يقولوا الناس وصغرتوا يقول لهم شفنا محمد الخامس في القمر نشوف واش الشعب ديالنا معانا. واش دابا كاع هادشي حب؟ زعما شنو السر اللي غيخلي المغاربه ديك الوقت كاملين يتحدوا على حب الملك؟ شتي مازال الملك الحسن الثاني نقولوا كانوا اللي كيحبوه هما الاغلبيه وكانوا اللي ما حاملينوش كاع عادي جدا، ولكن السلطان محمد الخامس كان عليه الاجماع، حتى حد ما تيقولها فيه خيبه وحتى حد ما ضرو. داكشي علاش هاد السلطان خاصو سلسله حلقات عليه بحال اللي درنا على الملك الحسن الثاني، نعرفوا عليه التفاصيل وما تبقاوش
نبقاوش نختزلوا الاسطوره فقط في ثوره الملك والشعب. هو اصلا في الاصول المؤصله محمد الخامس عمرو كان غيكون سلطان ولا غيكون ملك. محمد بن يوسف اولا سيدي حمادي كيف ما كان كيتسمى، اول حاجه هو الصغير في خوتو، وكاع خوتو غير من بواه. دريس والحسن ماشي شكاكو، هو مو هي ام سيدي لالا الياقوت. كان هو الضعيف في خوتو وكان قليول، وكان عمرو تحمل شي مسؤوليه سياسيه ولا كيفهم فيها، وحالته الصحيه مضعضعه. 17 نوفمبر 1927 مع 8 ديال الصباح وفاة مولاي يوسف العلوي من بعد 8 شهور ديال الصراع مع المرض. العشيه بدا البراح كيدور على الدواور وكيبرح. عباد الله، المسلمين، ما تسمعوا غير اخبار الخير. عزانا واحد في سيدنا السلطان مولاي يوسف الله يرحمه، والبركه في ولده سيدنا السلطان مولاي محمد الله ينصره. السلطان مولاي يوسف ما خلى لا وصيه وما عينش ولي العهد. ايوا وكيفاش كي غنديروا حنا في الخلافه؟ القاعده تتقول ان الخلافه غتمشي لواحد من ولادو. ايوا راه عندنا 4 ديال الولاد، عبد السلام ودريس والحسن وسيدي حمادي. الحاجب الاكبر استعبابو كان باغي الولد الاكبر دريس، وهو الكبير في خوتو بغا هو اللي يولي السلطان. قدور بن غريط رئيس التشريفات بالقصر حتى هو باغي مولاي دريس. استعبابو كان طلق واحد السحلوبه ديالو باللي الامير محمد شفر شي زرابي، ومشى باعهم في السويقه ديال فاس باش يضرب في السمعه ديالو، وان باه ما كانش عنده معاه بزاف. لكن الصدر الاعظم محمد المقري هو الوصي على العرش وضامن استقرار المخطط الفرنسي، كان باغي محمد هو اللي يولي الخليفه. وحتى فرنسا جاتها من الجنه والناس، وكانت باغا الدري صغير هو اللي يكون السلطان، حيت هكا غيكون ساهل التحكم فيه وتكونطروليه وما غيكونش مزعج، وغيبدا يدير فيها ديك الفهامه. الغد ليه 18 نوفمبر 1927 نايضه القيره في الاطلس. جحافل المجاهدين تضرب الفرنسيين في الاطلس الكبير والمتوسط، وفي الصحراء الشرقيه والجنوبيه وفي الريف الشمالي تحت هتافات الله اكبر وما دايما غير الموت. المغاربه الحرار اللي حلفوا تيدافعوا على ارضهم بالغالي والنفيس. في ذاك النهار بالضبط كان كيتسمع الزغاريت في القصر احتفالا باعتلاء محمد العرش، وركب العود الابيض ولبس الجلابه والسلهام، وتجمعوا الشرفه والعلماء والقضاة ونضار الاحباس والاعوان بالمشوار الكبير بالقصر الملكي في فاس. شربوا الحليب وكالوا التمر وعقدوا البيعه في حفل الولاء لامير المؤمنين الجديد ليصبح سلطان بلاده. ومباشره من بعد تنصيبه توضع تحت الحجر والوصايه، وكانت الظهائر اللي كتخرج كيسينيها رئيس الوزراء والبرادروا ديالو محمد المقري المنفذ الاكبر لسياسه الحمايه. فرنسا في قمه السعاده وغطير بالفرحه، واخيرا لقاتها مسلكه. لكن اللي غيطرى داكشي اللي ما كانتش متوقعاه. محمد الخامس خرج لهم من الجنب: انا معاك حروبات، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا صفحة جديدة من تاريخ المغرب غادي تفتح، تاريخ ديال المغرب اللي بغينا الجيل الجديد يعرفوا ويفتخر به. ورا هاد الشيء علاش حنايا مطايفين، بغينا المغاربة يعرفوا تاريخ بلادهم، يفتخروا بتاريخ بلادهم ويفتخر بالهوية المغربية. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعة، ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على. وهكذا نهاية الفيلم. الأخ المغربي يحكي عن محمد الخامس، وأرجو منكم إخواني متابعين متابعة قناتي ومشاركة فيديو ووضع جام، يعني لايك.